سارة الحنيشي اسم دخل الساحة الفنية التونسية من باب السينما والتلفزة وخلى وراه مسيرة فيها برشا أعمال، برشا شخصيات مختلفة وبرشا اختيارات فنية خلت الجمهور مرات يتفق معها ومرات ينتقدها. أما اليوم باش نرجعو نفهمو علاش ولات معروفة، وهذا باش يخلينا نرجعو للبداية. يومية علولو هنا كانت البداية التلفزية الموثقة في مسيرتها، قدمت شخصية ريم، ومن البداية سارة ما كانتش داخلة للساحة باعتبارها وجه تلفزيوني فقط، خاطر عندها زادة تجربة في المسرح والرقص المسرحي، وفي تصريحاتها هي نفسها تحدث عن بدايتها في المسرح والرقص قبل ما توسع تجربتها للسينما. طفل الشمس الفيلم هذا كان محطة مهمة في مسيرتها وظهرت فيه بدور سوني، والعمل كان من إخراج طيب لوحيش، وفي تصريحات سابقة حنيش اعتبرت الفيلم هذا أول تجربة سينمائية لها مع المخرج طيب لوحيش، ومن بعد واصلت تدخل أكثر وأكثر في السينما. فيلم بدون اثنين هنا لعبت شخصية عائدة والقصة مرتبطة بشابة تغادر منزلها عائدتها وتدخل في رحلة مرتبطة بأسئلة وجودية ومشاكل الشباب بعد الثورة. الدور هذا كان مختلف عن بدايتها التلفزية وبين أنه سارة كانت داخلة في نوعية أدوار أكثر تعقيدا، وبعدها جت السنة باش تغير كل حاجة في حياتها. فيلم زيزو في الفيلم هذا لعبت شخصية عايش، والعمل كان مع فريد بوغريد، وانتم تعرفوا فريد بوغريد وتعرفوا الأعمال المسخة متاعه، وهي تجربة أخرى وسعت حضورها في السينما التونسية. باش نحط لكم لقطة صغيرة من شفتها في الانستغرام فيها بوس وقذارات وحاجات خمجة على الاخر، ننصحكم تتفرجوا عليها وسكيبيو اللقطة ما تنحطها يعني. الرواية في نفس العام تشارك في فيلم خسوف للمخرج الفاضل الجزيري وقدمت شخصية قمر، والفيلم هذا زاد من الأعمال اللي ولات مرتبطة باسمها في بداية مسيرتها. فيلم جسد غريب وهنا دخلت في تجربة أخرى مختلفة ولعبت شخصية سامي، والفيلم تونسي فرنسي وكان من إنتاج رجاء عماري، وشاركت في إنتاجه منتجات من تونس وفرنسا. ومن هنا نجموا نلاحظوا حاجة مهمة، سارة الحنيشي ما عادش تختار نفس الشخصية، بالعكس كل عام تفتح أكثر وتعمل أكثر حاجات متفتحة بيان سور، خاطر الفيلم هذا قادر على الآخر في برشا مشاهد خيال تشل الحياة، في برشا حاجات مجتمع تونسي اسلامي نورمالمون ما نتقبلوش، نورمالمون حاجة مسخة. سامحوني خرجت من إطار الفكرة متاع الفيديو، نتعديو أصلا النقد باش يكون في آخر الفيديو، نتعديو اللي بعده نتعديو. فيلم بلاك مامبا هذا فيلم قصير لعبت فيه دور سارة وكان من المحطات اللي تفتخر بها في مسيرتها، وفي المقابل معاها ذكرت أنها تحصلت على جائزة أفضل ممثلة في الفيلم، وأن الفيلم فاز كذلك بجائزة كبرى في ملتقى الفيلم القصير بمدغشقر. المهم وهنا النقطة المهمة كي نكونوا على مسيرة سارة الحنيش ما يلزمش نحكيو فقط على الأدوار اللي عملت الأثار الجدل، خاطر عندها زاد أدوار باهية كيما الفيلم هذا اي ثينك تفرجت عليه مي ريت لي الفيلم ناجح ومحلي على الآخر. 2018 فيلم فتوى. فيلم فتوى فيلم اجتماعي درامي يناقش موضوع حساس في المجتمع التونسي، وسارة كان ضمن طاقم التمثيل، والفيلم نفسه دار على برشا مهرجانات ونال اهتمام نقدي، واللي يلفت النظر هنا انها ما عملتش فيلم وحيد وقعدت تمشي على نفس النيفو، لان عملت برشا افلام ونوعت برشا من الاجتماعيه لادوار حساسه لبرشا حاجات، معناها ما وقفتش على نوع واحد من الافلام. في 2020 عملت فيلم توجين وهو عمل قصير وقدمت فيه شخصيه نادي، بعد ما عملت برشا اعمال حابت تعمل فيلم نوعا ما مختلف اللي هو فيلم يناقش الدين والاساسيات الدين. باهي عمل بيه ماني ما هوش شكل خامش برشا كيما برشا عمل ريتها في حياتي في الافلام التونسيه المعاقة. ورجعت في سنة 2021 مسلسل تونسي في رمضان أولاد الغول وقدمت فيه شخصية بيا. صراحة المسلسل ما تفرجتش عليه، ما نعرفش هل المسلسل محلي ولا ما ننصحكمش ولا ما ننصحكم بيه، نعرفش اللي تفرج عليه يحكينا في الكومنتات هل المسلسل يستحق المشاهدة ولا. واللي بعده تويتا نوصل للفيلم الأسطوري، الفيلم التاريخي، الفيلم اللي ما فماش غيره، الفيلم الإباحي، الفيلم القذر، الفيلم المريض، الفيلم اللي مخرجه كلب، الفيلم الممثلين اللي يمثلوا فيه كلاب، المثلية الخمج يربوش أي حاجة خامجة في الدنيا، أي حاجة خامجة باش تلقاه موجود فيه، تحب الخمج موجود في الفيلم ما شاء الله، تنوع كبير ياسر، الله اللي يبارك اللي أخرج، الله اللي يبارك اللي أنتج، الله اللي يبارك اللي ساهم فيه. وفي 2024 تمثل آخر فيلم ليها كما نعرف هو فيلم قنطرة مع سيف عمران ورابر الآخر ما نعرفش نسيت اسمه. وهنا لازم نذكر زادا أن المصادر مش مطابقة 100%، فكل موقع يعطيني حاجة معينة ويعرض القوائم بشكل مختلف، لذلك باش نعمل فيديو دقيق صعيب شوي، من الأفضل تقول من أبرز الأعمال اللي موثقة في الإنترنت، هذاش نعرف يعني. المفيد توتا انتهينا من الأفلام، تو باش ننتقدوا الكلاب اللي تعملت. وهنا نرجع للبداية والسؤال اللي طرحناه، علاش ديما أعمالها جريئة جدا وقذرة بالنسبة لي؟ بعض الأعمال اللي شاركت فيها تناقش مواضيع حساسة، وبعض الشخصيات كانت بعيدة عن الصورة التقليدية للشخصية النسائية في الدراما التونسية، وهنا الجمهور ينقسم، فما شكون يشوف الجرأة الفنية حاجة عادية في السينما خاصة كي تكون الشخصية تخدم القصة، وفما شكون يشوف أنه بعض الاختيارات الفنية اللي عملتها أقوى من اللازم، وأنه بعض الأعمال ركزت على الصدمة والجدل والتعري والحكاية هذيك أكثر من القصة. أما النقد الحقيقي بالنسبة لي مش هو أنه لازم يكون الممثلة قذرة أو الممثلة هكيك في حياتها، خاطر فما هذا حكم على الإنسان ومعناش الحق نستنجدوا الحكاية من مجرد شخصية في فيلم. النقد الأقوى هو أنك تسأل هل الشخصية كانت مكتوبة منيح، هل الدور كان مقنع، هل الشرطة تختم القصة، وإذا صراحة بعد ما ريت الكل في أغلب أفلام صراحة ليه
للشخصية والجرأة القذرة اللي عملتها عمرها ما كانت تعاون في الفيلم أو حكاية من هذاك. وهنا نلقى أنه مسيرة سار الحناشي فيها أكثر من مجرد جدل. عندك يوميات علول وبداية جيدة، من بعدها طول دخلت في حاجات خامجة على الآخر. سامحوني الفيديو أطول من العادة باش نقصه هنا خاطرني بالرسمي تعبت على الآخر. الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم، تحطوا لايك كومنتير وتقترحوا لي أفلام ومسلسلات نعملوها المرة الجاية. بيس أوت.